السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال إن شاء الله. المهم اخوتي، فيديو جديد كالعادة. المهم اخوتي، كنتمنى ديروا واحد لايك واشتراك وبارطاج مع صحابكم باش يعرفوا يستافدوا. المهم اخوتي، الفيديو ديال اليوم اخوتي خاص بالتلاميذ ديال البكالوريا كما تشوفوا معنا هنا. هام الاستعداد لعمليات منحتي. بالنسبة للمترشحات والمترشحين المغاربة والمدرسين والأحرار المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2023-2024، يرغبون في إيداع طلب الاستفادة من منحة التعليم العالي برسم السنة 2024-2025. يجب عليه القيام والتحقق من التسجيل بالسجل الوطني للسكان RMB والسجل الاجتماعي الموحد، مسك رقم بطاقة وطنية التعريف الإلكترونية في منظومة التدبير المدرسي. مسار: يجب أن يكون رقم بطاقة وطنية التعريف الإلكترونية ممسوكة في التسجيل الوطني للسكان RMB. مو خدش قالك خاصك ضروري تسجل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي موحد. المهم باش تستافد من هاد المنحة هادي، المهم ديك التسجيل كامل هادو اللي كاينين وماسك رقم بطاقة وطنية، ويجب أن يكون رقم بطاقة وطنية التعريف ممسوك في التسجيل الوطني للسكان. المهم خوتي، ملحوظة: يجب على الذين سجلوا في التسجيل الوطني للسكان RMB بدون CNE تحيين معطياتهم ومسك رقم CNE في RNB لدى السلطات المحلية. خوتي قالك ضروري اللي ما تسجلش بدون بطاقة وطنية خاصو يديها للسلطات يعني اللي غيسجلوك يدققوا في المعطيات ديالك. المهم خوتي، هذا من كان بلا فيديو، نتمنى ديروا واحد لايك واشتراك وبارطاج مع صحابكم باش يعرفوا يستافد. المهم بيس ليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.